اول حاجة هنرسم دايرة. الدايرة دي عرضها بعرض الوش وارتفاعها من نهاية الجمجمة لحد نقطة ما نعرفهاش، يعني من هنا معرفش فين، لأن الوش بيتحرك. دي الكرة دي الرسمة اللي أنا رسمتها هي الكرة دي. فالكرة دي على خطوط، على خط كده بيقسم الكرة نصين، ده خط السنتر، وبيقسم الكرة بالعرض، وبياخد خط في التلت اللي فوق وفي التلت اللي تحت. أنا هرسم دول الوش، بس انا مش هرسمه مستقيم كده لان الوش مايل شويه كده، فانا هرسمه مايل عشان الوش مايل. الخط اللي هو في النص ده كاني ميلت الكرة كده بالظبط، وبعدين احركها كده فيديني الوش اللي قدامي ده، تبقى الوش عامل كده. فانا هعمل كل ده. بص، انت دلوقتي الوش مايل كده تمام، فانا هميل كده الكرة، هميلها كاني ميلتها اهو، كاني ميلت الخط اللي في النص ده. هو خط في النص اهو، ده مستقيم، خط مستقيم، كأني ميلته كده، عملته كده كأني بميل كده. بعد كده هاخد الشريحة دي، ما هو الخط ده لما يميل الشريحة دي بتميل، فطبيعي انت لما خدت الخط ده في النص هتميل الشريحة دي في النص اهو، وتقوم عامل واحدة كمان الناحية التانية زيها، وتأكد انك واخد الدايرة مظبوطة. خلي بالك العرض ده اهو، تلت العرض ده يعني 1 2 3 اهو، كأنك قسمت المسافة دي كده 3 تلات، يعني الجزء العرض ده في التلت الشمال. تمام، لازم يكون مظبوط. بعد كده ده عمودي عليه في النص. بعد كده هنيجي في التلت اللي تحت وناخد خط الأنف. تمام، مش شرط يكون واصل هنا، هو في التلت ده وخلاص، يعني مش شرط يكون متصل بالشريحة، ده مش شرط، يعني الاتصال ده مع ده مش شرط، هو بيبقى في التلت اللي تحت وخلاص، وده في التلت اللي فوق، ولازم ده في النص. شفت الوش مايل ازاي؟ اولا البنت دي احنا قلنا هنرسم خطوط الوضع الامامي اللي هي على الدايره دي خطوط ثابته، هل هي بتتحرك؟ الكره اللي بتتحرك، لكن الخطوط ثابته، فانا برسم الحركه بتاعه الخطوط دي. ده اللي انا محتاج افهمه. كل فهمت لمس. انا دلوقتي رسمت الكره وهي واقفه كده، عايزين نحركها بقى. يعني انا رسمت الخطوط دي وهي واقفه كده، الخطوط دي تتحرك كده، عايزين نحركها كده. بص كده، كانت كده نعملها كده. بص نعملها ازاي؟ شايفين الخط اللي في النص ده اهو، لما يتحرك هيعمل كيرف. بص عمل كيرف ازاي؟ هتلاقي النقطة اللي فوق دي ثابتة والنقطة اللي تحت ثابتة. بص عامل كده، شوف بقى كيرف، هرجع كده يبقى خط مستقيم، هروح كده يبقى كيرف. فطبيعي ان انا همشي بالخط ده كده كيرف كده لحد ما اوصل فين. هو تقريبا على الحدود وصل لحد هنا، مشي المسافة دي كلها، وصل لحد الجبهة. ما هي الجبهة من هنا هي نهاية الكرة دي من هنا. تمام، فهتلاقيني وصلت لحد هنا، فهبقى هعمل الكيرف بقى اللي انا قلت لك، النقطة دي ثابتة اللي فوق دي، واعمل الكيرف كده. بص، فانت فهمت ان الكيرف ده جاي من النص وماشي كده وجاي لحد هنا. هو ليه مكان بيمشي فيه، وتاخد نفس المسافة دي كده اهو، هيوصل لحد فين هنا. واقوم عامل مين؟ اعمل الدايرة بتاعتي اهو، والخط ده هو ده، الخط ده هو اللي اتحرك، هو اللي عمل كده، ومتصل بهنا لان الارتفاع ده لسه العرض كده، فطبيعي في جزء من الشريحة مش باين، فهتلاقيه واخد شكل بايظ. أنف أهو، خط الأنف، وخط الودان فين؟ هيبقى هنا. الخط ده ما حصلوش حاجة، هو ميل بس، يعني خط الأنف كان كده ميل كده بس. تمام، الأنف هتبقى مايلة كده. هل هي نزلت؟ يعني هي كده هي نزلت الأنف حاجة بسيطة جدا، تقريبا ملي أو حاجة، مش هنعمله يعني، ممكن أرفع الودان ملي وخلاص. بعد كده هنمد الخط ده بنفس استقامة الميل اللي احنا حددناه. شايفين فين الخط ده؟ نمده. طب ما حد سألني سؤال مثلا، قال لي الشريحة دي راحت فين؟ الخط ده لما انا هعمل كده هيلف الناحية التانية، الخط ده هيلف كده، مش هشوفه من الكرة، هيلف الناحية التانية. الخط اللي كان هنا هيلف الناحية التانية من التاني، تبقى هنا، يبقى انا هنا. خلي بالك ان الجزء ده هيبقى طويل، لكن الخط ده هيقف هنا. تمام، ازيك يا بيبة. دقن بالدايرة، الدقن بتطلع من نص الشريحة اهو، من نصها،
وبعدين ابدا بقى ارسم بقى من هنا الودان، بداية الودان من هنا، يبقى انا هرسم الميل ده، وبعدين اوصل للنقطة دي عن طريق ان انا هميل كده، وابدا بقى اظبط على حسب الوش. يعني هطلع بدي شوية كده، ابدا اقيس عرض الوش واقارنه بالارتفاع ده، وصل لحد هنا كده، يبقى لازم لما اقيس عرض الوش ده كده من هنا واقيسه كده من هنا كده يوصل لحد الأنف. تمام مظبوط. ممكن نوسع مني بحيث نبقى مستريحين في يبقى مظبوط قوي، ميبقاش الوش ضيق. فكده خلاص، كده احنا ظبطنا الموضوع. هنا لهنا ده عرض الوش، وارتفاعها من أول الجمجمة. طب من هنا ملهاش مكان راحة فيه، هي لها عرض ولها النقطة دي، يبقى انت تعرف تجيب النقطة دي فين. بس انت معاك العرض ده خلاص، يبقى انت لو عملت كده عارف ان دي نهايتها من فوق هنا، يبقى انت عرفت الجزء ده رايح فين. بس هنا ترسم الودان، مش احنا قلنا الودان هتبقى هنا، يبقى تطلع فوق شوية وتنزل عشان توصل للنقطة بتاعت نهاية الودان من تحت، وتبدأ تطلع ترسم مين. او احنا هننزل الودان لحد هنا، شيل الخط ده من الأول. عدم تركيز بقى في آخر اليوم. يبقى نعدل الميل ده، نظبطه شوية هنا. تقريبا كده الميل بقى مظبوط. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. بس كده كده أهم حاجة هنقللها عشان يبقوا قد بعض، عشان ما تخليليش الوش طويل قوي من تحت. ده أهم نقطة، أهم نقطة تخلي بالك منها هو ارتفاع ده. يبقى احنا عندنا المسافة دي قد المسافة دي قد المسافة دي، الوش ما حصلوش تغيرات كتير، فهتلاقي المسافات دي لسه ثابتة واخدة نفس المقسم. ترسم الرقبة خارجة بعد الودان بشوية، أهو الشعر جاي من هنا كده وهيكمل من هنا أهو، مستقيمة مستقيمة، الرقبة نازلة هنا مستقيم، بس جوه شوية هنا. بس كده تحدد مكانها وتبدأ ترسم. طب انت دي، هي دي مع العين، مع نهاية العين من هنا كده، الجزء ده داخل لجوه حاجة بسيطة وبيلف كده. هو انت مش هتتأكد منها أوي غير لما ترسم. انت عندك الشعر اهو، بس الشعر عامل كيرف عليه كده مقلل الارتفاع ده شوية، القصة اللي هي عاملاها. يعني اللي أنا فهمته إن هي عاملة قصة كده مدارية على منبت بداية الشعر، عشان كده نزلت حاجة بسيطة سنس كده خليك رسمي، وازاي تطلعي النسب مظبوطة. يعني ركزي على ازاي عمالين نظبط النسب بالطريقة دي كده، حتى لو غلطتي بس دي اللي المفروض تتدربي عليها عشان تظبط لك النسب، عشان تظبط لك رسمك يعني، او تفهمي ازاي تظبط الرسم. حاول اظبط الشعر مكانه بالظبط. هنرسم بقى الحاجب. انا عندي قبل ما ارسم الحاجب ارسم خط العين موازي للخط ده في التلت اللي فوق، في التلت، في التلت اللي فوق، افتكر كلامي، في التلت اللي المسافة دي قد المسافة دي، براجع معاك تاني قد المسافة دي. انا حاسس ان المسافة دي طولة شوية ولا ايه؟ نقيسها كده بالظبط، يعني تقريبا قصاد بعض، لو هي قليلة ملي ولا حاجة انا. انت عندك النقطة دي فين؟ هنا. وطب والجبهة دي فين؟ هنا. امتداد الأنف هنا
في نص تقريبا الجبهة، بعد ما دخلت الجبهة بشوية كده هنا. تمام. ومسافة الأنف من هنا في التلت اللي تحت ده، احنا قلنا في التلت اللي تحت وأنا حفظتكم النسب. بس يبقى انت هتعمل ميل بقى منين؟ من النص، من عند الدوران ده كده اهو، وتعمل الميل ده كده، بس كده خلصت. وبعد كده تقوم نازل دي كده اهو بميل خفيف كده، توصل بقى للخط بتاع الأنف. تشوف النقطة ده اهي بالنسبة للأنف فين، هتلاقيها هنا كده اهي، هتلاقيني راسمها هنا كده. بس يا سيدي خطوط مستقيمة دي هتروح كده تبقى جزء مربع كده اهو، واخد نفس الشكل ده. منصحش ان احنا نرسم الحاجب دلوقتي، بس انا رسمته بقى. ودي تطلع شوية كده، ودي داخلة لجوه كده بعد مسافة من هنا، وتنزل. شوف هتلاقيها مظبوطة ازاي. حدد عرض امتداد الأنف من هنا صغير مش كبير قوي. بعد كده تعمل ده مرتين، العرض ده واحد اهي، واحد اتنين، هتلاقي وصلت الأنف لحد هنا. طب عايز تتأكد من ده، هنتأكد منه دلوقتي وهوريك نتأكد منه ازاي. بعد كده تطلع خط مايل، لازم مايل، ده رايح فين؟ لنقطة العين. شايف العرض ده؟ اعمل عرض زيه هنا بس أقل منه، موازي له. وبعد كده كده انت رسمت كتلة الأنف. امتداد الأنف طالع لفوق قوي، لا أنا حسيته نازل لتحت شوية، ملي نزلته ملي تحت. بس لحد ما أظبط. طب انت خدت الخط ده هنا ليه يا حميد؟ شايفين المسافة دي؟ اقسمها نصين. المسافة دي من أول فين؟ من أول هنا، من أول هنا لحد هنا، اقسمها نصين، يبقى هنا نصها، ونص اللي فوق ده اقسمه نصين. هتلاقي يعني هي مدية رياكشن شوية، مطلعة الشفة لفوق، فاطلع للشفة لفوق شوية، ده رياكشن بس. لكن هي لو مش في رياكشن في شكلها الطبيعي، هتلاقي الأنف، هتلاقي الفم الشفة تحت في النص هنا. بعد كده هننزل مسافة مش كبيرة قوي، خطها موازي، الرياكشن عامل الدوران ده، رياكشن الشفايف. وبعد كده أنزل مسافة ضعف المسافة اللي فوق، وبعد كده أرسم الجزء اللي هو ده. بص، بس ما نرسمش، أنا برسم بس خطوط كده وتحديد الأماكن، عشان لما أجي أرسم الملامح هعرف أظبط. شايف الخط ده؟ أنا رسمه في الأول خالص، هل جيت ناحيته؟ ما جيتش ناحيته. لما أرسم الملامح هرسمه. شوف، أنا دخلت الجزء الغضروف الأمامي، هتلاقي الحتة دي عالية شوية، وبعد كده أطلع عند امتداد الكتلة أهو، وأرسم شكل الأنف بقى على الكتلة، وهوصل للنقطة دي، عادي أطلع برا الكتلة عادي. بعد كده أرسم شكل الأنف من هنا، الفتحة في النص، المسافة دي أهو في النص. بعد كده أخد دوران وأنزل. خلي رسمك بسرعة أهو، وخطوط خفيفة جدا، خليك خفيف أهو. بس كده. بعد كده ترسم الجناح، بص الجناح كده وهينتهي هنا. تعالى بقى عشان نتأكد من حاجة، نهاية الجناح دي هتلاقي مش معدية النقطة دي، هتلاقيه مستقيم لفوق كده. تعالى نتأكد من حاجة، عارف عرض الأنف ده تتأكد منه ازاي إنه مظبوط؟ وأنا برسم هقوم عامل كده، بصي أهو، وأنا بعدل على الكتلة بقى. ما هي الخط الخارجي ده هنعدل عليه، هو دلوقتي مش لامس، ما هو أنا ممكن أعمله دلوقتي كده، لأن دي كتلة بتقرب للشكل ده بس أهو. شوف هو طالع بره أهو، بس أنا لما أجي أعدل عليه أعدله، أتحكم في امتداد الأنف شوية لبره كده أهو، أطلع الأنف لبره حاجة بسيطة ملي ولا حاجة. قلنا إن الكتلة بتحكم، حتى أنا قلت لكم شايفين الخط ده؟ ما تجوش ناحيته إلا لما ترسم الفم. واحد اتنين لحد هنا، تلاتة، نقيس هنا تاني، واحد
اتنين، هي تلاتة إلا شوية يعني. خلاص، ظبط بقى شكل الأنف عشان تطلع شكلها بالظبط. خلاص كده احنا وصلنا، عرفنا الخط ده كان مايل ليه، رايح للودان، مايل نفس موازي للخط ده. هو مش موازي له، هو مايل زيه بس مش موازي له. بس في الحالة دي موازي له، يعني في الحالة دي موازيين لبعض. هنا موجودة هنا. دي لو انت خدتها صح، النقطة ده اللي انا بدأت بيها دي خلاص كده. وبعدين هطلع شوية صغيرين من هنا كده، وهتلاقي النقطة بتاعت السبعة دي من هنا أعلى، أعلى حاجة بسيطة. والنقطة دي هتلاقيها مستقيمة شوية. شايف النقطة دي أعلى، لكن النقطة دي تحت حاجة بسيطة. وهاجي أنزل ألف من النقطة اللي في النص اللي أنا كنت محددها بميل كده لورا، عشان في الزاوية 3/4 أنزل للخط اللي في النص. وبعدين أعمل نفس السبعة اللي فوق دي، بس أعملها من هنا. شوف من سبع، هتلاقي النقطة دي ورا. وبعد كده دي هتعلى لفوق. النقطة دي بقت تحت، والنقطة دي فوق اهي، فوق شوية ودي تحت. كأنك عامل خط مستقيم كده وانت بترسم. وبعد كده هنزل كده، بص هنزل واشوف بقى امتداد الأنف. النقطة دي عن الأنف قد ايه، مسافة مش كبيرة قوي، يعني مسافة مع الرسم الكتير هتفهم، هتعرف تظبطها، بس من غير بقى ما تستخدم حاجة وانت بترسم. بعد كده هنيجي من النقطة دي، النقطة ده اهي، تمام. هوصل بقى للنقطة دي، يعني همشي كده، وبعد كده اعمل كيرف مايل لتحت كده، بس خلاص كده. بص بقى هنا امتداد الفم هنا، من هنا هتلاقي هنا، بص هتلاقي هنا بالظبط اهو. هنا نهاية الفم من هنا. طب ودي هتلاقيها منكسرة لبره، سابقة النقطة أساسا، سابقاها يعني، سابقة النقطة دي وبعدين رجعت، وبعدين دي طلعت لفوق كده، ودي رجعت لها كده اهي. دي بيتعدل فيها. عشان انا قلت لك هنا ممكن نقل ملي ولا حاجة، نقل الملي ده عشان تظبط أكتر. بعد كده خد السحبة دي على طول، زي ما دي كتلة بنعدل عليها. هنخف بس الجزء ده كده. عايزين الدقة، يا ما تركزوش مع الدقة يا جماعة، أنا بشرح انتوا فاهمين. ممكن أقول لكم على حاجة، تمسك القلم تضحكوا عليا. عين هنرسمها، شايفين الخط فين اهو، يعني جزء يترسم من هنا وجزء يترسم هنا، نهاية الخط العين ده فين، هنا اهو. طب بداية الخط ده فين، هيبقى هنا طبيعي، هيبقى هنا اهو. طب وده هيجي بقى من هنا، ينزل تحت شوية كده، ويميل ويطلع كده. بس كده يا سيدي، خلاص كده خلاص. تيجي كده دي، بص بقى الفن بقى في الجفون. تعمل الجفون الداخلية الأول، الداخلية أهي، ده الجفن الداخلي. طب وده الجفن الداخلي. طب والسمك ده هيقابل ده بشكل داخلي، ده داخل لجوه كده، وده داخل لجوه مقابله كده. بعد كده شايف أنا ماسك القلم ازاي، ركز حاول تمسكه كده، ما هي صعبة، وأنا ما اتولدتش بمسكه كده على فكرة يعني. أهو بعد كده أقرب كده. هي السر في الماسكة فعلا. ده بشوف ناس بتمسك القلم كده وتقعد يرسم كده، يقعد يعمل كده. إيه ده يا ابني، انت كده رسام، انت مستمتع. هشرحها لكم هنا، هشرحها لكم هناك بس بشكل اشيك يعني، بشكل اذكى يعني. ولا اشرحها لكم هنا بشكل اذكى. ازاي عرفت عرض الكرة؟ خدت الارتفاع من هنا لحد هنا، لحد فوق العين، لان الجزء ده مستخبي في العين بس، وبدأت اعمل كرة كأني برسم كرة عادي.
بس عرضها قليل، عرض الكرة قليل، عرض الكرة الصغيرة ده قليل، يعني هي واخدة شكل بيضاوي شوية شوية صغيرين. العين الثانية اهو، شوف مايل الخط مايل، فهتلاقي النقطة دي عالية، عالية هنا قصاد دي كده. ترسم بقى الدوران فين؟ بص ده لو انت جيت تنزل بخط مستقيم هتلاقي دي النقطة دي بعيدة عن الأنف هنا كده، فلازم تبدأ من هنا بشكل كيرف كده وتقف، بعد كده تمشي مايل مع الخط مسافة صغيرة، وبعد كده تنزل كيرف لتحت، حاجة بسيطة ما تنزلش كتير، عارف انك بتنزل كتير. وبعد كده شايف الخط ده، مش هقف هنا، هقف فوق بملي هنا عشان الوش بيحصل له دوران، فانا مش هينفع اقف هنا على الخط ده، لا هلف كده واطلع فوق النقطة عند النقطة دي كده اهو. بعد كده الخط اللي انا هرسمه دلوقتي هو اللي بيتحكم في ارتفاع العين، يا اما خلاها هنا يا اما خلاها هنا يا اما خلاها هنا، وانا بتحكم. هو في رينج متوسط، يعني العين مش مفتوحة قوي ولا مقفولة قوي، فانت لازم ترسم عيون كتير عشان تفهم الرينج المتوسط ده، ده اللي بيديك خبرة في الرسم. بس انت لازم تفهم ان الجفن اللي فوق ده هو اللي بيتحكم في فتحة وقفلة العين. تقارن عرض العين ده بالأنف هتلاقيه صغير، هتلاقيه أصغر من الأنف أهو. بص هتلاقي العرض قد كده بالظبط، قد الأنف كده بص هنا، يعني الأنف بتاعتنا عايزة تزيد ملي ولا حاجة أهو عشان يبقى عرضها مظبوط. وبعد كده رسمناه السمك اللي تحت، وبعد كده أو برسم بقى التفاصيل بقى، شوف التفاصيل الصغيرة بتاعت الجسم. وبعد كده أوقف إيديا مرسموش مرة واحدة، بعد كده أمشي مستقيم كده، ماشي مستقيم ماشي مستقيم لحد النص هنا كده، وبعدين بيعمل كيرف كده. بص بقى نرسم الكرة ازاي وأقولك بنحددها ازاي. فأنت هتحددها من هنا، بدايتها هنا، طب ونهايتها فوق، هل هنا؟ لأ فوق شوية، يعني داخلة في الجفن هنا شوية. بس تخيل بقى إن أنت بترسم الكرة أهو، عرضها هنا أهو، وبتروح هنا وبعدين تكمل. بس حاول تقلل في مين؟ في عرض، حاول تقلل في عرض الكرة، يعني ارتفاعها كبير حاجة بسيطة ملي، نص ملي حاجة، بص خفيفة مع بداية الشعر قصاد النقطة دي، قصاد وبدايته بعد النقطة دي بص هنا. خلاص ارسم بقى الحاجب. أنا عامل كورس جديد هيبدأ يوم السبت إن شاء الله، اللي عايز يحجز في الكورس يبعت لنا وإن شاء الله نلحق ندخله. هنبدأ يوم السبت، يوم السبت يعني هتعرف ترسم، هتعرف كل أسبوع بيبقى فيه محاضرة بشرح لك فيها كل خطوة وتقعد تتمرن طول الأسبوع. فيلا أسرع واحجز مكانك، خليك معانا وارسم وتسلى واستمتع. ده كده طالع لفوق، وبعدين هي عند النقطة دي سابقة هنا كده، بص يعني النقطة بتاعت اللبس هنا كده، يعني ده كله خارج، يعني احنا كنا راسمين ده كله غلط.